ngir am leen ci suñuy vidéo dawal gaaw YouTube nga tapé Darou Ngaraf Média nga am actualité yépp bul fàtte di basaale ko alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukri lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. الحمد لله على نعمه والمنعم بهذه النعم الجليلة والله وحده لا شريك له. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأتقدم بالمناسبة إلى الشكر الجزيل الخالص إلى أهل السنغال عامة، وإلى الخليفة العامة خاصة، وإلى ذوي الأمر والعلماء والمشايخ الحاضرين الفضلاء. وأقدم الشكر الجزيل الخالص على تقديم الدعوة لي وللمرة الثانية، ولله الحمد، بعد مشاركتي حفل مراسيم تدشين المسجد التندودي عام 2018. شاءت الأقدار أن أكرمني الله بالحضور لتدشين مسجد ثاني اليوم بدار النعيم، جعلها الله من نعمه الدائمة، وأن يحفظها من الزوال. أخي الفاضل، يا سعادة الشيخ الأخ الصادق المخلص الشيخ علي مبكي، إليك من بذلت ولم تضر العطاء، أتقدم لك بامتنان وتقديم على كل ما تقدمونه من إنجازات رائعة. وإذا أشهد أن ومن خلال مواكبتي وعلاقتي الشخصية والمتميزة لكم التي امتدت ل25 سنة متتالية على الجهد والمثابرة الذي له تأثير رائع على جودة العمل ونهضته في عدة مجالات، وخصوصا في عالم التنمية والمعرفة وبناء المساجد. أخي الفاضل، أنت رجل ما يعيبك شيء ولا يكسرك شيء. أنت عظيم أخلاقك وقيمك ومبادئك، واكتشفت فيكم الرجل المتواضع والرجل الخجول الذي يحب أن يشتغل في الخفاء بعيدا عن أنظار الناس. سعادة الشيخ علي مبكي، لقد أثرت انتباهي بعظمة أخلاقك عندما كنت مع الوفد الأول الرسمي المبعوث من طرف الخليفة العامة للمريديين سيدي صالح مبكي رحمه الله، ومع الأخ الشريف العلامة حبيب الله، لحضور مراسيم الدروس الحسنية أمام حضرة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أدام الله عمره وجعله ذخرا لنا، والذي تكرمتم بالسلام عليه وتجادلتم أطراف الحديث، وقد فرح بهديتكم المباركة على شكل كتاب مسالك الجنان لشيخنا خادم الرسول أحمد بنضا رحمة الله عليه. سعادة الشيخ علي مبكي، أنت دائما ستبقى رجل المواقف، رجل ممتاز، تبذل من الجهد الكثير، دائما مبتسم رغم الصعوبات التي تواجهها ورغم التحديات. ومن المواقف التي أبهرتني فيكم مرة ثانية هي شخصيتكم في مجالكم العلمي والمعرفي، خصوصا عندما تم استدعاؤكم رسميا من رئيس الحكومة الحالية السيد أخنوش، الذي كان وزير الفلاحة آنذاك، إلى المشاركة في المعرض الفلاحي الدولي الذي يقام بالمغرب
والتي تحضره جل الشركات العالمية في عدة مجالات الفلاحة والصناعة وغيرها. وقد برهنت للجميع على أنك ملم بالدين والعلم، ملم بالمعرفة، فتركت تدخلاتك المعرفية صدى إيجابيا داخل أروقة المعرض، واستغرب الجمع لما ألهمك الله به من العلوم الحديثة وأفكارك الاختراعية في مجال الفلاحة، والتي سترى النور قريبا في مجالكم العملي ببلدكم هذا حفظه الله. لقد زرعتم مهما فعل الآخرون، والكل يشهد أنك زرعت بذور المحبة هنا وهناك وفي كل بلدان العالم الذي أكرمكم الله بالحلول فيها، وكذا علاقاتك المتميزة من جميع الأجناس والأمصار، فأنت ستبقى دائما رجل عظيما بأخلاقك وبعملك. وأتوجه من على هذا المنبر إلى أهل المنطقة عامة أنكم فزتم بمسجد نموذجي متكامل تصلون فيه أوقاتكم وجمعكم وأعيادكم رجالا ونساء، فهنيئا لكم. وفقنا الله إلى خدمة بيوتك في الأرض، وحبب إلينا عمارتها يا رب العالمين، واجعل هذا البيت منارة للعلم والنور ومهبطا للرحمات والخيرات لهذا البلد السعيد. اللهم اجزم لنا هذا البيت خير الجزاء وأجزل له المثوبة والعطاء. اللهم ابني له بيتا في الجنة، وجاز اللهم جميع من ساهم بأي جهد في هذا الصف المبارك، واجعله في موازين حسناته. اللهم احفظ أمن وطننا هذا السنغال والمملكة المغربية، ملكنا محمد السادس، واحفظ ولاة أمورنا، واحفظ علماءنا والصالحين من أهلنا، واكفي بلدنا السنغال والمغرب شر الأشرار وحقد الخونة والفجار، واجمع كلمتنا على الحق والعز يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. gannaaw loolu mu nuyu ñi fi dëkke yépp rawatina xalif général des mourides, mu sant gépp ak sant xaritam soppeem Cheikh Ali Mbacké ci teew gi nga xam ne mooy ñaareelu yoon bu mu koy invité. 2018 bi ñuy ubbi jàkka Tindodi invité woon na ko, teewoon na. tey bi jàkkaam ji sottee mu invité waat ko, mu teewaat fi. mu ne ko yow daal yaa ngi jox koo xam ne di teral koo xam ne defalagul la dara ci sa mbaax rek. mu ne mbaax googu nag moom la xam ci moom, ndax ba ñu xamanteeg léegi man na 2 fukki at ak juróom. nee na bëggul ko xamal waa Touba de, bëggul ko xamal waa Sénégal de, waaye xam na ci moom jikko yu gën a mag, jikko yu gën a rëy, liggéey boo xam ne borom du sonn, liggéey boo xam ne borom du noppalu, mu indi njëriñ yu dul jeex ci wàllu yu dul jeex. waaye rawatina nag tabax lii di ay jàkka, rawatina nag wàllu li nga xam ne lépp luy développement muy yokkute ci nit. mu ne fi mu njëkk a waaroo, njëkk a jommee ci xam ji mu ko xam, dafa am buur Maroc ay leçon yu muy organiser. délégation bi nga xam ne Serigne Saliou Mbacké yàlla yokk leeram moom la yónnee woon, moom mi mu teewoon ci la ko gis mu jommal ko mu waar.
mu indiwaale fa téere bu màgg boobu di Masaalikul Jinaan di téere suñu sëriñ muy maam Cheikh Ahmadou Bamba moom lay tudde sëriñam mu jommal leen waar leen mu ne ci jataay boobu jommal na waar na Sa Majesté Mouhamad Sis ci nuyoo bu gàtt bi mu jotoon nuyoo ak moom Cheikh Aliou Mbacké ak kàddu yam fa yëkkati waaye fu mu gën a jommali ñëpp gën a waar ñëpp biñ ko invité ci foire internationale bu yëngatu ci wàllu mbay ak lu aju ci mbiri mbay communication ba mu fa def xam diineem jommal na nit ña xam lislaamam jommal na nit ña xam gi mu xam adunaam jommal na nit ña waaye xalaat yi nga xam ne moo ko fental boppam moo ko génneel boppam moo ko sosal boppam ci wàllu mbay mu nekk xalaat yu yéeme yu mën a développé réew bu nekk te nee na incha allah balaa yàgg xalaat yooyu dina meññ fi ci Sénégal waaye yàlla na ko yàlla def mu ne mi ngi sant di gërëm ñëpp di ñaan jàkka ji yàlla nekk royukaay ci jumaa ji ci jàng ci jàngale ci xam-xam ci dundal ga ñu koy dundal yal na yàlla sàmm Sénégal sàmm réewum Maroc sàmm njiiti ñaari réew ñi defal ñaari réew yëpp jàmm ci bépp gàttal daal kàddu gu am solo gi la fi sëriñ bi yëkkati macha allah assalaamu aleykum. salaatu wa salaamu ala ashrafil maxluqin wa baad innahu la min dawaa'i sururi an uraxiba bikum fi hadihi almunasabati saida مناسبة حفل افتتاح مسجد دار النعيم وأن أقدم لكم بالمناسبة ذاتها صديقي وأخي الشريف محمد ولي الدين الذي ينحدر من أصول طريفتي بالمملكة المغربية الشريفة حيث التقيت به في المغرب عام 2000 ميلادية والحمد لله وصحبتنا دامت الزيادة من 25 سنة ولله الحمد إبان حضوري لدروس الحسنة الرمضانية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي استقبلني أحسن الاستقبال وفرح كثيرا لهديتي التي هي عبارة عن كتاب مسالك الجنان لمرحوم شيخ أحمد بامبا خادم الرسول وكنت مبحوثا رسميا من الشيخ الخليفة للمريدين سيرين صالح مبكي أسكنه الله فسيح جناته وكان معي ملازم للخليفة السيد الشريف حبيب الله الموريتاني الأصل وهو من العلماء الأشراف وقد أنعم الله علي للقائه برباط فوجدته فيه نعم الصديق المخلص حيث كان معنا أثناء افتتاح مسجد تندودي حسن المآب سنة 2018 ميلادية وها هو اليوم مرة أخرى بيننا لنفس الأسباب قادما من المملكة المغربية الشريفة ليحضر معنا مراسم تدشين مسجد دار النعيم وبهذا سيكون مسجد دار النعيم اعتبارا من هذا اليوم سيكون مكان التقاء سكون دار النعيم والقرى المجاورة العامة جمعاء من كل أقطار العالم إن شاء الله ونختتم هذا الحضور بدعاء إلى جميع الآملين أن يجعل الله أعمال الجميع في ميزان حسناتهم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سدس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وجميع من اقتفى أثره إلى يوم الدين والحمد لله رب